كنت الأول بقارن بين مصر والعالم الأول الغرب، يعني زي أوروبا وأمريكا واليابان. دلوقتي بقيت أستغرب لما حتى بشوف حد بيقارن. المقارنة ديت كانت شاغلة دماغي من طفولتي، من أول ما شفت الأفلام الأجنبي. أصل هتقارن مين بمين؟ وبدأت فعلا مع الوقت، بعد ما عديت ال30 سنة، أقتنع إن الحياة أصلا غير عادلة ومبنية على الظلم. ربنا خلقها كده، هو عايزها كده، الحياة كده، وهتفضل كده وخلاص. عاجبك بقى، عاجبك ولا مش عاجبك مش هتفرق، هي كده. وكمان في بلاد اقل من مصر، يعني الحمد لله ان انا اتولدت في مصر احسن ما اكون اتولدت في بلد زي الصومال مثلا فيها مجاعة وغيره. ولازم تفهم ان مفيش فايدة، والافضل انك تستمتع بالكام سنة اللي عايشهم وخلاص، وما تعيش دور المصلح الاجتماعي اللي عايز يصلح المجتمع كله ويصلح كل حاجة حواليه. خليك في حالك أحسن، وركز في نفسك أنت وبس. الخلاصة في الحكمة دي كلها على بعضها، ما تحاولش تنظف أي زريبة، مجهود ضايع على الفاضي، وهتوسخ نفسك وهتزعل البهايم منك. ابدأ بنفسك واقتنع إن كل شيء زي ما هو كده صح، ربك عايز كده. دي مش قلة حيلة ولا سلبية، ده الواقع، دي الحقيقة. ايه الشيء الوحيد اللي عندك القدرة انك تقدر تغيره للافضل او للأسوأ؟ تفتكر مين؟ انا هسيبك تفكر شوية. فكرت؟ ايوه، هو انت وبس. اسمع بقى الحكاية ديت وهتستغرب منها. انا كنت بفهم في برمجة الرسيفر والدش والحاجات دي. رحت زمان عند خالي، وبتفكيري وقتها لاحظت ان القنوات مش مترتبة كويس في الدش. فقلت خلاص انا هعملها، وعملت دور المصلح الاجتماعي من غير ما خالي اصلا يطلب مني، وبرمجت الجهاز كله ورتبت القنوات من وجهة نظري. خالي وقتها اتخانق معايا خناقة كبيرة قوي، ويومها قال لي انا كنت حافظ مكان القنوات زي ما هي كده، عشوائية. انت بوظت الرسيفر يا محمود، شوف لي حل. لو كنت بقى سبت كل شيء زي ما هو ما كانش هيحصل مشكلة اصلا. انت في دماغك شايف انك هترتب الموضوع، بس هو الموضوع في وجهة نظر ناس تانية مترتب اصلا. وكمان دور على ناس جاهزة اتعامل معاها، طلع فيهم افكارك واحتياجاتك، ناس تستحملك تفهمك، ناس شبهك. انت راجل بتحب الخروجات، ما تروحش تصاحب حد ولا تتجوز من حد عايش في قوقعة ما بيخرجش منها وانطوائي على نفسه. واوعى تروح لحد مش شبهك وتقول اصل انا هغيره. ده انت اهبل. خش على الجاهز على طول، هيريحك. العالم ده فيه 8 مليار نسمة، ما توقفش حياتك على حد. اتعامل مع الدنيا انها سوق، وبتشتري منه اللي انت عايزه وبيفيدك ومناسب لفلوسك وبس. عايزك كمان تركز قوي في نفسك انت وبس. يتحرق المجتمع على اللي فيه، انت مالك ومال الناس والمجتمع والصح والغلط والحلال والحرام. خليك في حالك انت وبس. ابتدي بنفسك. لو كل واحد ركز على حاله هنبقى افضل الامم. وعشان تقتنع بكلامي اكتر، انت هتعيش وتموت والحال هيفضل زي ما هو. وفر طاقتك دي لنفسك انت وبس. انت عارف المسلسلات المصرية القديمة من فترة التمانينات، يعني من 50 سنة، كانت بتتكلم عن مشاكل كتير قوي وقتها. المصيبة بقى ان هي نفس المشاكل بتاعت النهاردة وما اتحلتش. الجواز والأسعار والدولار والذهب والناس والشوارع والتفاهة والبطالة والشقق. يعني المشاكل ما اتحلتش من 50 سنة، ومش هتتحل ولا بعد 100 سنة. ركز على نفسك انت وبس، حل مشاكلك انت وبس، وافرح بالنعم البسيطة حتى لو كوباية مية بتشربها. وإياك تتدخل في مجالات زي النقاشات كده والمجادلات العميقة في الواقع، زي على القهوة كده ولا في الجامعة ولا بالشغل أو على النت. ما تجادلش حد وما تتناقش مع حد. احتفظ برأيك لنفسك. النقطة دي بالذات هتدمرك. هتلاقي نفسك خارج من المناقشة والهري ده كله ضغطك عاليش. ما انت بقى مقتنع بحاجة وغيرك مش راضي يقتنع بيها. وفر طاقتك لنفسك. اي حد يقولك اي حاجة مش عاجباك يا عم، عادي، قول له انت تمام، انت صح،
قول له انت صح وريح دماغك. انا بقول لك الحاجات دي بعد ما طرشت الدم من وداني. تخيل. يعني انا عملت الحاجات دي كلها ودلوقتي بعلمك ازاي ما تعملهاش، بوفر عليك وقت وسنين لانها مش هتفيدك اصلا. انا عايزك تبقى مقتنع بحاجة واحدة بس، ان انت اولوية نفسك بس، مفيش اي حاجة تانية غير كده. ما تعيش في برطمان مخلل عشان هتعفن جواه. انا خلصت كلامش. يا ريت تكون فهمت حاجة وقدرت ان انا اوصل لك اللي عندي. وما تنساش اللايك والاشتراك وتعليق حلو منك يرفع الفيديو.